بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي متابعيني الكرام، انا صراحة مبسوط بكل ما هو عربي. انا مبسوط بمنتخب المغرب، مبسوط بمنتخب مصر. ايه العظمة اللي المغرب بتعملها؟ المغرب بتعمل سيمفونية رائعة، حكيمي قائد عظيم. لو هنتكلم عن المغرب فريق يشرف القارة كلها. فوزوا على أمريكا 4-0، فوز مستحق. فريق قوي ما بيستسلمش، بيكسب، بيلعب كسبان، بيكمل آخر دقيقة ضربة جزاء. حكيمي قائد محترم، قائد يشرف. نتكلم بقى على كريزة النهارده. هتقولي لي الكريزة؟ يا طبعا الكريزة. منتخب مصر هو الكريزة اللي في البطولة دلوقتي، اللي خلى شعب مصر يعرف ان في اولمبيات هو منتخب مصر لكرة القدم. الروح اللي موجودة في الفريق. اتفرجوا زيزو اللي انا اتكلمت وقلت لكم اصبروا عادي، ده انفعالة مباراة. قائد بمعنى الكلمة، مصاب من بنهاية الشوط الثاني ومش عايز يطلع، بيكمل بيدوس. وخلي بالكم كان بيدوس وبيكمل، عايز يوصل لضربة جزاء عشان يسدد ضربة جزاء. يعني لازم تكونوا عارفين هو ميكالي كان شايف بس سايبه عشان ضربات الجزاء. بيكمل لغايه ما بيقع، خلاص مش قادر وعايز يقول لرجالته وعايز يقول لزمايله وعايز يقول لهم وعايز يقول لاخواته انا واقف على رجليا. عشان كده ما رضيش النقاله تنزل له، انا واقف على رجليا. الفرقه كلها واقفه على رجليها. كريم الدبيس تنزله لاعب يقفل، يخش على ضربات الجزاء يلعب. حمزه علاء، وهنتكلم ونقول على حمزه علاء. كابتن سويركي مدرب انه يوصل حمزه علاء في الفورمه. طبعا هو اكيد تدريب والحصه التدريبيه اللي بياخدها في النادي الاهلي تفرق، لكن كابتن سويركي في المنتخب انه يبقى عنده الثقه في حمزه علاء وانه يبقى موقفه وصده في ضربات الجزاء. لا ده حارس ممتاز، حارس من زمان ما تلاقيش زيه، ما تشوفش زيه في مصر. لا حارس يحترم، ده يبشر ان لا حراسه مرمى منتخب مصر بخير. شناوي، مصطفى شوبير، صبحي، عواد، لا حراسه تطمن. ويطلع معاهم حمزه علاء وبصوا على احمد نادر السيد. لا ما نقلقش على المنتخب واقف على رجله. وصدقوني بالخبره والايمان والغيره على التيشيرت اللي الولاد لعبوا بيها النهارده، لعبوا فرنسا، لعبوا الارجنتين، لا هتلاقوا شكل محترم للمنتخب. هتكلم على ميكالي، المدرب اللي قلت لكم عارف يطلع من القماشه اللي معاه احسن ما عندها. اللعيبه تقفيل، ممكن نكون عندنا بعض الفروق. عندنا مثلا ان عمرو فايد يبقى مثلا بيلعب، عمر فايد وبيلعب وهو مثلا مش بنفس السرعه، لكن تلاقي لا قادر يقف، قادر على الاقل يقف عشان ما يديش مسافه. اتخطفنا بجون وعادي، لكن قدرنا نقف على رجلينا ونضغط. ابراهيم عادل لاعب ممتاز، بيضيع ما بيضيعش، بس الصبر اللي عمله ميكالي عليه هو اللي خلى ابراهيم عادل في ماتش اسبانيا هو ده مستواه، واللي خلاه النهارده في الدقيقه 88 يجيب هدف التعادل ويخش عنده ثقه في نفسه انه يشوط الضربه الاخيره، وان عارف ان ده حلم ما اتحققش من 60 سنه، وان يبقى الانجاز ده انه نعيده ونوصل ما بين الاربعه الكبار في الاولمبياد، ويبقى الاعجاز ان احنا نلعب على الذهب. الفرقه واقفه على رجليها، وميكالي وعادل مصطفى والمساعد والسويركي فرقه محترمه تستاهل كل التقدير. نتكلم على الكريزه الثانيه، منتخب مصر لكره اليد. ايه اللي المنتخب مصر بيعمله قصاد النرويج؟ نكسب النرويج، انتوا تقف على رجلك وتطلع من تعادل مخيب قصاد فرنسا، وفرنسا هي اللي فرحانه، وانا بقول تعادل مخيب للمنتخب، والولاد يقفوا على رجليهم ويبقى متاخرين قصاد النرويج ويكسبوا في نهايه المباراه. ده فرقه لازم نعرف انه اتحاد اليد فعلا اتحاد منظم قوي، وان استمراريه الفريق ده استمراريه مهمه، درس لكل الاتحادات الرياضيه للفرق الجماعيه في مصر.